انا عارفه ان احنا بنحتار قوي في اللانش بوكس، والعيال بتزهق بسرعه، بتبقى عايزه تجرب حاجه مختلفه وفي نفس الوقت نعمل لهم حاجه مفيده تفيدهم. وصفه النهارده سهله جدا ولذيذه، والتست بتاعها جميل قوي كده، وفيها قرمشه وفي نفس الوقت فيها فايده حلوه قوي ليهم. لو اول مره بتشوفوني انا مرت، ما تنسوش تقولي رايكم، ومستنيه تعليقاتكم. ويلا بينا نبدا الوصفه السهله دي على طول. في الوصفة دي انا استعملت ربع بانيه بس، طبعا تقدروا تزودوا، وهتبله بملح وفلفل كزبرة وبابريكا وشوية من جوز الطيب، وممكن تضيفوا اي بهارات تانية انتوا تحبوها. وهضيف عليها كمان شوية كده من الحليب او بديله الزبادي العادي، وعصرة ليمونة ورشة جوز الطيب. قلبتهم كويس، سيبهم في التتبيلة اي وقت انتوا تحبوه. وبعد كده طاسة بقى على النار فيها شوية سمنة او زيت، وهشوح الفراخ كويس تاخد لون كده من الناحيتين. وبعد كده بقى هنزل بالخضار علشان نكمل الفايدة بتاعتها. ضيفوا اي خضار تحبوه، انا كان عندي فلفل الوان وفلفل اخضر. وانا محطتش في الوصفة دي بصل عشان اغلب الاطفال ما بتحبش البصل في الاكل. هنجيب بقى عيش فينو عادي اي حاجة، ونفتحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من اوله لاخره كده، ونبططه كده بحيث يبقى مفتوح مش مقفول، ونحط الحشوة بتاعتنا جواه كده. وتقدروا طبعا تستعملوا حشوات مختلفة، انا حبيت استعمل الفراخ علشان برضو الفايدة بتاعتها احلى. بعد كده بقى هرش شوية جبنة موزاريلا، او عايزين تحطوا ميكس الجبن مع بعض مفيش اي مشكلة، كتروا كده منها شوية. وبعد كده هندخلها في صينية عادي مش مدهونة زيت ولا حاجة. هنحطها في الصينية وندخلها تحت الشواية بس، بحيث ان الجبنة هي اللي يعتبر تسيح على الحشوة اللي احنا حاطينها، وفي نفس الوقت العيش الفينو هيبقى مقرمش. فحاجة كده طعمها لذيذة وبجد هتعجبهم قوي، ومستنية ان انتوا تجربوها. اشوفكم في وصفة جديدة بقى، وباي باي.